شريان الحياة. لم يطلق هذا المعنى على نهر النيل في مصر من فراغ، فهو رمز العطاء والنماء والخير. على ضفتيه أقيمت حضارات واندثرت أخرى، وهو لا يزال معطاء لا ينضب. هو أطول أنهار العالم بطول 6695 كيلومتر، ويصب في البحر الأبيض المتوسط. يمر ب10 دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل. هنا في محافظة أسوان في أقصى الجنوب المصري يشقها نهر النيل قادما من دولة السودان، ما يجعل للنيل فيها طبيعة خاصة. النيل في أسوان له طعم خاص، فأنت بالحس ساعتك لو أنت كل يوم نزلت سواء بلانش أو بمركب أو شفت الحاجات والصخور الجزر، حاجات نيتشر موجودة في أسوان ليها طبيعة خاصة. لو أنت تجولت بدون أي شيء أقول إنك أنت وماشي هتقول سبحان الله والحمد لله، هتسبح ربنا في نيل أسوان في محافظة أسوان. فعندنا في جزور وعندنا في صخور موجودة وطبيعة خلابة لا مثيل له. دي من الحاجات بتعتبر للسياحة الترفيهية وبتعمل ريلاكسيشن للزيارات في هذه المدينة الجميلة واللي انت ساعتك لمستوها وشفتوها في مدينة أسوان. أنقى مياه النيل هنا في أسوان، ويرجع السبب لوجود العديد من تلك الصخور الضخمة التي تعترض مجرى النهر فتزيد من سرعته، وبخاصة في منطقة الشلال الأول الكائنة خلف السد العالي. نقاء النيل وصفاؤه لطالما انعكس على وجوه المصريين هنا في أسوان، فهو لهم صديق حميم قبل أن يكون مصدر رزقهم الأول. أنا بقالي أكثر من 35 سنة السنة ده هو شغال في النيل، بالذات أنا شغال اهو في قسم اللانشات، سفريات ومعموريات وشغل هنا اهو زي ما أنت شايف كده. أنا سايق اللانش اهو وبعدي زباين يوميا. على طول 24 ساعة اللانشات دي شغالة زي الكوبري، يعني 3 ورادي. أنا بظبط 3 ورادي للقسم هنا. يعني أنت تعيش في النيل أكثر ما تعيش على اليابسة؟ أنا على النيل على طول. أنا النهارده بقالي 35 سنة على النيل، وقبل كده أنا ساكن على النيل وشريان الرئيس النيل. اللي ما يحبش على النيل ده يبقى مش بني آدم. ارتباط شعب أسوان بالنيل هو بالنسبة لهم صديق عزيز جدا جدا جدا، لأنه هو مصدر الحياة بالنسبة لهم. حضرتك لك أن تعلم أن قطاع السياحة هنا يمثل الدخل أو رقم 1 من مصادر الدخل لمدينة أسوان، من خلال العمل مباشرة في الفنادق العائمة أو المراكب الشراعية. فبالتالي هم أحرص الناس على الحفاظ على نهر النيل من أي شخص آخر، لأنه مرتبط بمصدر رزقهم. تلك المشاهد الساحرة والمناظر الآسرة من صنع نهر النيل ما يجعله يتربع على قلوب السائحين قبل المصريين، فيكون ويبقى أهم عنصر جذب سياحي منافسا قويا للآثار في جنوب مصر. نهر النيل يعتبر كلمة السر في عناصر الجذب السياحي لمدينة أسوان. في السنوات الأخيرة عدد الفنادق السياحية العائمة تجاوز 256 أعتقد فندق عائم بمتوسط 150 غرفة في الفندق. فده معناه ان السياحة النيلية او النايل كروز في أسوان هي اجمل وانجح وامتع انواع السياحة اللي بتجذب العالم كله. بالرغم من ان عندنا معابد كتير وعندنا مناطق اثرية كتير، ولكن سيظل النيل هو كلمة السر ومفتاح النجاح لأسوان وعنصر الجذب الهام اللي هيجذب كل سياح العالم ان شاء الله لأسوان. وبالنسبة للمصريين سيبقى نهر النيل خالدا شريان حياتهم، ساعدهم القوي في التقدم الزراعي والصناعي والسياحي على مر العصور. من الجنوب المصري محافظة أسوان، محمد أمين، العالم.